عليكم، مرحبا بكم عندي في قناه اسلام احمد. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صراحه الله ما كنت غنصور لا فيديو لا والو. فحال كتشوفوا انا هنايا موجده الحشوات ديالي وكل شيء موجده هنايا. العجينه مورقه اولا العجين مورق سبق لي عملته معكم في القناه. وهنايا موجده الحشوات اللي خلاني نصور هذا الفيديو. هو هذا الجبن اللي عملت في الحشوات، بغيت نوريه لكم. هذا الجبن، هذه الماركه هذه مش هنقول لكم غزال صراحه الله بزاف. هذا عاد خرج، كاين بزاف ديال الماركات ديال هاد غاستروميكس. ها هو كاين في الحمار، كاين في الذهبي. بالحق هذا عاد خرج، وحتى اللوغو ديالو يعني الا بغيتي حتى تقطعوا مثلا تاكلوا في الخبز اولا في شي حاجه مزيون بزاف. انا عاد بديته وعجبني بزاف، قلت غادي نشاركه معكم. صراحه نصحني به السيد اللي كيبيعو. كنت غنشري واحد الماركه اخرى غاستروميكس نيت، ولكن هو نصحني بهذه، قال لي هذه باقا جديده، كلشي داها كلشي خدم بها وبصح مزيون بزاف. مهم غادي بما انه صورت غادي نوريكم هنا شنو غادي نعدل. غادي نعدل شوصون بالعجين مورق بحال اللي كتشوفوا. هذا عدلته شي 3 ايام دابا وكنخليه في النبيره. عندي في هذه الحشوه هذه عندي بصله، شويه ديال الثومه، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال ديال الابزار وسكينجبير وشويه ديال الزعفران والجعده اولا خيزو والقراع والجبن بحال اللي كتشوفوا. شويه ديال الزيت، ومن ساليت مره حتى طابت لي تقربت الطيب، عاد ضفت عليها جوج بواطات ديال التون. وفي الاول فاش كانت كتشحر عملت لها ديك الزيت ديال التون في الاول، خليتها التون حتى الاخر عاد ضفتها لها. وهنايا عندي الحشوه ديال الدجاج بحال اللي كتشوفوا طريفه ديال الدجاج هما بحال اللي كتشوفوا بالبيشاميل. الدجاج صوتيته مع طريفات صغارين، صوتيتهم مع شويه ديال الابزار، شويه ومعلقه ديال الزبده، شويه ديال الملحه، وبيشاميل عدلت معلقه الزبده ومعلقه ديال الدقيق وخليتها يعني حتى دابا. ضفت عليها نص لتر ديال الحليب وشويه ديال الكاوزه، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. والدجاج كنت سبق لي عملت فيهم الثوم، عليها ما عملتهمش في بيشاميل. اما انا كنستعمل حتى في البيشاميل كنستعمل الثومه باش كتعطي واحد المذاق مزيون. المهم هادو الحشوات اللي عملت ساهلين، ماشي زعما شي حاجه صعيبه. غادي نطلق العجينه ديالي وغادي نوريكم الشوصون ديالي كيفاش غادي نخدمو ان شاء الله. انا رجعت معكم بعد ما طلقت العجين ديالي وعملت الحشوه الاولانيه بحال اللي كتشوفوا. قطعته بالجراره ديال الشباكيه باش كيجي مزوق، قطعته مربعات. شردت هاد الجهه هذه اللي غتجي في الوجه باش كتجي مزوقه. سبق لي عملت معكم هذا الشكل. المهم عمرت بالحشوه ديالي هذا العدد هذا. بالنسبه لديك الجوانب اللي كيشيطوا لي كنجمعهم بحال هكذا فوق بعضهم، ما كنكورهمش بحال هيدا باش العجينه ديالي كتبقى مزيانه وكتورق ملي كنعاود نخدم بها. صافي هادو الطريقه اللي غادي نعمل. غادي نجيب هاد الجهه هذه، بعدا غادي ندهنوا الماء، غادي ندوروها كامله بالماء بحال هكذا. وغادي نهز هاد الجهه غادي نحطها هنايا دابا حيت كنصور بواحد اليد. غادي نعوضها بحال اللي كتشوفوا. جاتني صعيب انا نخدم غير بواحد اليد، عليها وقفت التصوير. صافي كنلصقوها بالماء وكنجيو نجنب بحال هكذا وكنضربوا هذه بالمتشك باش كنزوقوها. صافي غادي نعملو في البلاطو ديالي حتى نكمل هذا الشكل كامل. عاد نعملو الشكل الثاني وان شاء الله ديك الساعه ندهنهم بالصفار ديال البيضه وندخلهم الفران. كملت الشكل ديالي الاول، ها هو بحال اللي كتشوفوا. عملته في اللاطه اللي غادي ندخلوها الفران. دابا دوزت الشكل ديالي الثاني، طلقت هذا العجين هذا باقي لي هذا بحال اللي كتشوفوا. قطعته غير بهاد السلافه، هي اللي عندي كبيره حيت خصني يجيو شويه كبارين حيت قطعت عندي صغارين. صافي غادي نفس العمليه غادي نعمل هنايا الماء وغادي نشدها. عملت فيها الحشوه ديالي الثانيه ديال الدجاج والبيشاميل. صافي وغادي نقلب عاود بحال هذا الشكل هذا. كنحاول نضغط عليها بيدي بحال هكذا باش كنشدها. صافي كندوز عليها حتى هي بهذا المتيك اولا بالفرشيطه. ضروري ما نحيد لها الطحين اللي كيكون في الوجه. وغادي نعملها في البلاطو ديالي حتى نبغي ندخلها الفران حتى نسالي هاد الكميه ديالي ونطيبهم ان شاء الله ونرجع معكم.
السلام عليكم. انا رجعت معكم بعد ما طابوا لي الشوسون ديالي. بحال اللي كتشوفوا هادو اللي بالحشوه ديال البيشاميل وهادو اللي بالحشوه ديال الخضره. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسات ديالي اولا ديال الشوسون ديالي. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد العجينه المورقه، راهي عندي في القناه. ورمضان مبارك سعيد. السلام عليكم.